تخيل دولة في أوروبا فيها شلالات وأنهار وجبال وطبيعة تخليك تحس إنك في سويسرا، بس بأسعار أقل بكتير ومن غير زحمة سياحة خانقة. الدولة دي اسمها البوسنة والهرسك. وفي حلقة النهاردة من سلسلة لو حبيت أسافر هقول لك كل حاجة بالتفصيل. البوسنة فين؟ أفضل وقت؟ الفيزا؟ أهم المدن والأماكن؟ تجارب لازم تعملها، وبالأرقام، تكلفة السفر بالدولار، وخط سير جاهز. البوسنة فين؟ وليه مختلفة؟ البوسنة موجودة في جنوب شرق أوروبا، في قلب منطقة اسمها البلقان، محاطة بدول زي كرواتيا، صربيا، الجبل الأسود. مساحتها حوالي 51 ألف كيلومتر مربع، وعدد السكان يقارب 3.3 مليون. العاصمة سراييفو. اللغة البوسنية، بس الإنجليزي شغال كويس في السياحة. ليه البوسنة مختلفة؟ لأنها طبيعتها قوية جدا مقارنة بمساحتها. أسعارها أقل من أغلب دول أوروبا. فيها مزيج ثقافي نادر، أوروبي وعثماني وبلقاني، وده واضح في العمارة، الأكل، الشوارع، حتى أسلوب الحياة. البوسنة تاريخها معقد. كانت جزء من الدولة العثمانية لفترة طويلة، وبعدها دخلت ضمن يوغوسلافيا. في التسعينات حصلت حرب قاسية أثرت على البلد، بس البوسنة النهاردة دولة مستقرة سياحياً، وبتستقبل سياح من كل العالم. النقطة المهمة للمسافر: البلد آمنة سياحياً، الناس ودودة، وتحس إنك مرحب بيك. أفضل وقت تسافر البوسنة؟ البوسنة بلد 4 فصول، بس أحسن وقت مايو إلى يونيو، طبيعة خضرة، شلالات في أقوى حالاتها. سبتمبر إلى أكتوبر، جو لطيف، تصوير ممتاز، زحمة أقل. الصيف يوليو إلى أغسطس، حلو بس زحمة سياحة في مستار. الشتاء مناسب لمحبي الثلج، بس التنقل أصعب شوية. شروط الدخول للبوسنة بتختلف حسب الجنسية. عموماً هتحتاج جواز سفر ساري، حجز طيران ذهاب وعودة، حجز فندق، تأمين سفر، إثبات مادي. نصيحة مهمة: راجع دايماً السفارة أو الموقع الرسمي قبل الحجز، لأن شروط الدخول بتتغير. الجزء الأهم: أروح فين؟ 1. سراييفو، القلب والروح. سراييفو مدينة ليها روح غريبة، هتحس إنك ماشي بين أوروبا والشرق. تعمل إيه في سراييفو؟ باشتشارشية، المدينة القديمة، مدينة حجرية بطراز عثماني فريد، مناسبة جدا تتمشى وتتصور فيها. تجربة ماضي مبهر، شوارع وأسواق، كافيهات، مطاعم، لاتين بريدج، مكان تاريخي مهم جدا. ركوب التلفريك لجبال تريبافيتش، منظر بانورامي فوق المدينة. سراييفو من 2 إلى 3 أيام. 2. موستار، أيقونة البوسنة. لو سألت أي حد عن البوسنة هيقول لك موستار، مدينة قديمة على نهر نيريتفا، وأشهر حاجة فيها ستاري موست، الكوبري القديم. المنظر هناك: نهر تركواز، بيوت حجر، مشهد سينمائي. تعمل إيه في موستار؟ تتمشى في أولد تاون، قاعدة كافيهات على النهر، تصوير الغروب، متابعة قفز الغطاسين من الكوبري. موستار يومين كويس جدا. 3. بلاغاج، الدير والنهر، مكان صغير بس تحفة. نبع نهر خارج من جبل، دير قديم، هدوء غير طبيعي. زيارة نصف يوم من موستار مناسبة جدا. 4. شلالات كرافاكا، دي من أجمل شلالات أوروبا، مناسبة للسباحة صيفا. تصوير، استجمام، نصف يوم كفاية. 5. كونجيتش، مدينة هادية على نهر، ومحطة ممتازة بين سراييفو وموستارد. تجارب لازم تعملها: تتمشى في المدينة القديمة في سراييفو، غروب الشمس في موستار، قاعدة قهوة على نهر نيريتفا، زيارة شلالات كرافيتسا، تجربة الأكل البوسني، تشيفابي، بوريك، حلويات بلقانية. تكلفة السفر للبوسنة بالدولار: الإقامة هوستل 12 إلى 20 دولارا، غرفة اقتصادية من 25 إلى 45 دولارا، فندق متوسط من 50 إلى 80 دولارا، الأكل وجبة محلية من 4 إلى 7 دولارات، مطعم متوسط من 8 إلى 15 دولارا، قهوة من 1.5 إلى 3 دولارات. المواصلات: باصات بين المدن رخيصة، متوسط يومي من 5 إلى 10 دولارات. الأنشطة: معظم الأماكن الطبيعية رخيصة أو شبه مجانية، متوسط أسبوعي للأنشطة من 60 إلى 120 دولارا. ميزانية اليوم: اقتصادي من 30 إلى 50 دولارا، متوسط
من 55 إلى 80 دولارا، يعني ميزانية سفرية أسبوعا بدون حجز طيران. اقتصادي من 200 إلى 300 دولار. متوسط من 350 إلى 500 دولار. خط سير مقترح من 6 إلى 8 أيام. 6 أيام. أول يومين سراييفو، تتمشى في المدينة القديمة وتتصور وتستمتع بأجواء البوسنة الهادية. ثالث يوم كونيتس، هدوء على نهر تركوازي، منظر يخطف القلوب. رابع وخامس يوم موستار، سفر عبر الزمن للماضي الجميل. يوم 6 بلاغاي وكرافيتسا، الطبيعة الخلابة والشلالات الساحرة. 8 أيام زود يوم سراييفو ويوم إضافي موستار أو طبيعة. الخلاصة: البوسنة بلد، طبيعة قوية، أسعار معقولة، روح مختلفة، وتجربة أوروبية حقيقية بدون تكاليف مرعبة. لو عجبتك البوسنة اكتب لي في التعليقات تحب نكمل بأنهي دولة، وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعيل الجرس عشان سلسلة لو حبيت أسافر مكملة.